واكتشفت انه راجلها كيخونها مع امها وما تخيلوش اش داروا منين حصلاتهم. هذه كاترين تربات في عائله كانت كتبان طبيعيه قدام الناس. والديها تعرفوا منين كانوا في المدرسه وتزوجوا هما صغار وولدوا 4 ديال الاطفال. بات كاترين كان قسيس في الكنيسه، الناس كانوا كيحترموه وكيبغيوه. امها كانت كتبين للناس انه في حالها في حال راجلها، انسانه مزيانه ومتخلقه، ولكن في الحقيقه كانت عكس هذا الشيء كامل. وشخصيتها كانت قويه بزاف وكتحكم في راجلها بواحد الطريقه اللي هي عجيبه، اي حاجه تقولها ليه كيديرها. الاولاد كبروا وكبرات كاترين وتزوجات في عام 2016، ومن بعد 5 سنين ديال الزواج ولدات توأم. ولكن جاها اكتئاب ما بعد الولاده راكم عارفين، وتزاد على كاترين الضغط من راجلها ما بقاش خدام في الخدمه ديالته ولا خدام ليفرور امريكان، ليفرور خدمه اللي هي محترمه وكيتخلصوا عليها فلوس مزيانه باش يخلص المستلزمات ديال المعيشه ديالتهم. كاترين ما كانش كتلقى راجلها واقف معاها بخصوص تربيه بناتهم، لانه عندها توأم بنات، يعني صعيب تربيهم راسها. واخا هما مزوجين وعايشين في نفس الدار، ولكن كيدير راسو فحال راه ما عندوش البنات، يعني السيد ما مسوقش. وبدات كتلاحظ انه كيدير شي تصرفات غريبه، وهنا بدات كتشك فيه. الشكوك تزادوا في عقلها من جدتها واحد النهار قالت لها راك لاحظت شي تصرفات ما بين راجلك وامك، واحد التصرفات اللي ماشي حتى ليها. في الاول كاترين ما تيقاتش جدتها وقالت راه واقيلا راه كتوهم لان هي كبيره في السن، يعني راه كتخرف. مسكينه كاترين كانت عزيزه على امها لواحد الدرجه اللي هي بزاف، وكانوا قراب لبعضياتهم. وقالت مع راسها راه هذيك راه ماما، يعني مستحيل دير فيا هادشي. في نفس الوقت كاترين مجوجه مده 5 سنين، يعني ماشي سهله تكون بيناتهم شي حاجه ما بين راجلها وامها، راه شي حاجه اللي هي خطيره. كاترين واحد النهار جلست مع راسها شويه بشويه بدات كترجع الذاكره للور، وبدات كتشوف بانه كانوا كيطراو بزاف ديال المواقف اللي كانوا في شكل ماشي طبيعيين. منين كانت كاترين كتمشي لدارهم هي وراجلها، كان راجلها كيعنق ما باش يسلم عليها بواحد الطريقه اللي هي اوفر. وكانوا منين كانوا كيجلسوا كاملين في الصالون وكيهضروا من بعد ما كيكونوا تغداو، يعني ديك القيلوله ديال ما بعد الغداء، كان كيدير المساج للرجلين ديال امها قدام العائله. وامها رغم انه عندها حتى هي ولادها وعندها راجلها، كانت 24 ساعه في دار بنتها كاترين. وكاترين عند بالها راه ما كتجي على قبلها باش تعاونها، ساعه راه كتجي على قبل حاجه اخرى. وما خفي كان اعظم. لو ماشي غير هادشي، قالت كتقول بانه بعض المرات كانوا كيضحكوا تيقولوا لها كاترين ماتت هي وباها راه هما غادي يتزوجوا بجوج. لا حول ولا قوه الا بالله. ورغم هادشي كامل كاترين كانت باقي ما متاكداتش وكتقول راه كتوهم وصافي، يعني راه واقيلا غاد الضغوطات وداكشي اللي اثروا عليها، وخايفه تواجههم وتصدق غير منزل عليهم الباطل. ولكن من بعد ما غيطرا واحد الموقف اللي هو صادم، تاكدات كاترين انه هادشي اللي كتحس به ماشي اوهام. فواحد الليله كاترين عيطات لراجلها في التليفون وقالت ليه امتى غادي تجي للدار باش نوجد لك العشاء. والسيد قال لها لا انا بعيد دابا، كاين فواحد البلاصه اللي هي بعيده كنوصل شي طلبات وغادي ناكل غير شي حاجه على برا ما تسنينيش. ولكن كاترين مي كانت كدوي معاه كانت كدوي مع كاميرا ابل فيديو، كانت كتشوف موراه كاين واحد المباني اللي هما كتعرفهم وفايته شايفاهم، وان هذيك البلاصه اللي هو فيها بالضبط راها قريبه لدارهم، وبخصوصا قريبه لدار امها. وهنا تاكدت بانه كاينه شي حاجه ماشي حتى ليها، لانه كانت كتسمع بحال شي صوت كان كيهضر حداه بحال تيقول لي شنو يقول. وهنا كاترين ما عرفت ما دير وهي تسولو فين نتايا، واش كتكذب عليا؟ هاد البلاصه انا راه كنعرفها مزيان. قال لها لا راه كنتي غير كتوهمي، انا راه ما كاين معايا حتى شي واحد وراه كاين غير بوحدي. هو يقطع وعاودت عيطات ليه، هو يجاوبها ويقول لها شوفي راه ما كاين حدايا حتى شي واحد، بحال شي واحد نزل من الطوموبيل، بحال شي واحد تخبى بحال هكا. كان باغي المهم يخليها تحس بانها راه غير كتوهم. كاترين صافي راسها حبس وما عرفت ما دير، وكان غير في راسها داكشي اللي كانت كتقول لها جدها. كاترين قررت تعيط على اختها الصغير وهي تسولها فين هي ماما. كان عيط عليها وما كتجاوبنيش، واش هي كاينه في الدار. اختها في الاول بقات ساكته وما عرفت ما تقول، وتقول لها لا شنو طاري معاك، لاش بغيتي ماما؟ قالت ليها غير قولي لي واش ماما كاينه في الدار. واخيرا اختها ما قدرش تسكت وتقول لها راه ماما راه كانت في الدار، ولكن جا راجلك وجا خداها وقال بانه على قبل انها تونسو في الطريق ما بغاش يمشي بوحدو، لانه غادي واحد البلاصه هي بعيده شي شويه. كاترين في ديك اللحظه صافي انهارت، يعني علاش بالضبط غادي يمشي وغادي يبغي يدي معاها امها، علاش ما يديهاش هي؟ صافي كاترين هنا انهارت وبقات كتبكي وكتعيط لما المره جوج 3 4 5 امها ما كتجاوباش وبالعكس كتقطع عليها. واخيرا الام ديالها غادي تجاوبها وهي معصبه اشنو بغيتي؟ كاترين قالت لها غير فهميني علاش كديري هادشي. امها في الاول دارت راسها ما فهماش
اشنو كتقول لها بنتها وعلاش كتهضر. واخيرا غادي تقول لها انا دابا مع راجلك حيت حسيت براسي انني مهمومه باغا نهضر مع شي واحد، وهضرت معاه ولقاني انا مخنوقه نفسانيا وقال لي يلاه معايا دوري شويه. يعني مشات معاه غابه تبدل الجو. انا هنا مخي حبس، واش كاينين شي امهات دايرين فحال هكا؟ راجل كاترين وما حاولوا يقنعوها بان الموضوع طبيعي وعادي وراهما بحال الاصدقاء واخا مقربين لبعضياتهم، ولكن هما بحال الاصدقاء واحترموا بعضياتهم، وما يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تخليها تعصب فحال هكا وتشغل راسها. وكاترين قررت الغد لي تمشي تعاود هادشي كامل اللي طاري لباها. واليكم الصدمه، منين كاترين عاودت لباها هادشي كامل ما تفاجئش وفحال راه كان عارف هادشي كامل. المهم السيد ما دار حتى شي ردة فعل وقال لها بكل هدوء سيري لدارك وراجلك غيفهمك كلشي. كاترين تصدمات هنايا، نعم انت عارف هادشي وما قال لي والو، واش نتوما بغيتو تحمقوني؟ هو يعاود يجاوبها سيري لدارك وراجلك غيفهمك على كلشي. كاترين رجعت لدارها وواجهت راجلها، وهنايا هو ما غاديش يعطلها، هو يعترف ليها بانه كان على علاقه مع امها. استغفر الله العظيم. والمضحك قال لها بانه انت هي السبب، ما كتعطينيش الاهتمام، ما كتعطينيش الحنان من بعد ما ولدتي كتهلاي غا في بناتك، ما بقيتيش كديها فيا، بالعكس ماشي فحال ما كديها فيا وكتسول فيا وباغا تعرف شنو خاصني وشنو ما خاصنيش وكتهتم بيا. والمضحك في الامر انه في ديك اللحظه بدا يقرر واش هاي بناتنا غيعيشوا معاك ولا معايا، واش غتبقاي جالسه في هاد الدار ولا غتخرجي منها. صافي هنا كاترين راسها حبس ومشات بدات كتجمع حوايجها. ما كانش عنده حتى ذره ندم او انه يقول ليه مخور انت هادشي اللي دايرو راه خطير. كيهضر السيد بحال انه ما كانش كيخونها مع امها، بحال كيخونها مع شي وحده عاديه ما كتعرفهاش، يعني عنده شي حاجه اللي هي عاديه بزاف. المهم كاترين خرجت من الدار وخدات بناتها وما عرفاش فين زات. وفي نفس النهار امها اسياديه جمعت حوايجها ومشات تسكن في دار راجل بنتها، يعني مشات تسكن مع راجل بنتها. وبات كاترين كان عارف وساكت وكيشوف وخلاها تمشي تسكن تماكين، لانه على ما عرفت بانه ماشي اول مره دير ليه هكا، خاينه مره جوج ثلاثه اربعه عادي وكيسامحها، لانهم تيقولوا في الديانه ديالتهم ديالت راجل ديالت اب كاترين بانه ممنوع عليهم الطلاق، وانه حتى شي واحد خان شي حد في الازواج خاصهم يسامحوا بعضياتهم ويرجعوا بحال ما كاين والو. المهم القضيه تعرفات وكل شي عرفها، امها وباها تفارقوا لمده شي شهور شي 6 شهور ومن بعد رجعوا مع بعضياتهم بحال ما كاين والو. يعني الام تفرقت مع راجل بنتها ورجعت لراجلها اللي هو اب كاترين بحال ما طرا حتى شي حاجه. واب كاترين سمح لامها وعادي، بالعكس بداو تيقولوا الجيران بانه كاترين هي اللي درت لهم هذا الشيء وهي اللي شوهاتهم وهي اللي هي خايبه وزوجه اللي هي ما مزياناش وهي السبب في هذا الشيء كامل اللي هما كيعيشوا. يعني بالمختصر خاصها تعرف بانه راجلها كيخونها صافي عادي، وخي يخونها مع امها عادي خاصها تسامحو صافي ترجع معاه بحال ما طاري والو. قصه هاد كاترين مؤلمه بزاف لانه ماشي غير خسرات راجلها ولا هذا، راه خسرات راجلها وعائلتها وكلشي، يعني مستحيل انه تثيق بشي واحد مره اخرى. من بعد هادشي كامل كاترين قطعت التواصل معهم كاملين، غير بقات كتهضر مره مع اختها، واختها طلعت وهضرات في التيك توك معها بخصوص هادشي. ملي كانت كتعاود هاد القصه كانت في واحد اللقطات كتبان اختها، يعني انه باقا كتهضر مع اختها لانه اختها ما دارت حتى شي حاجه في هادشي. المهم قطعت العلاقه مع والديها، مابقاش كتهضر معاهم، ولكن راجلها باقي كيهضر معها لانه على قبل بناته باش كيجي يشوفهم في الاسبوع 2 المرات. ومهم هادشي اللي كاين. مهم هي خاصها تضطر تشوف هاد الخائن واللي دار لها هادشي كامل. قولوا لي نتوما كي جاتكم هاد القصه، واش اش غنقول لا طرات معكم هاد القصه شنو غادي ديروا؟ راه اقبح قصه هي هادي الصراحه. وكاترين يعني كانت واحد الانسانه اللي هي عاقله، شي وحده تعرف بهادشي راه الله اعلم شنو ممكن دير الصراحه، لانه هادشي بزاف. المهم حتى هنا تنقول لكم بسلامه حتى الفيديو جديد. ما تنساش ديروا لايك واشتراك الى عجبكم الفيديو.